عالم مختلف. يمكن في عالم مختلف الوضع يختلف، نكون متفقين تمام حتى ما نكونش محتاجين كلام يفسر شعور. يمكن ساعتها يكون في الأمور أمور ونتصالح وقت الخصام عادي، لا عنادك يعلى على عنادي ولا تقوم قيامة عليكي أو عليا. تكون ما بينا سلامة النية هي اللي مبنية، هي البنية اللي مولودة بمحبة، وحبة حبة الوضع يستقيم ويكون ما بينا حياة تتعاش بجد. مش حد بيصارح حد، مفترض يكونوا واحد. فعودة للعالم بتاعنا، احنا عمرنا ما افترقنا، احنا كنا طول عمرنا متفرقين. عمر ما حد قال حاجة فينا واتفقنا، كنا بنحاول نجمل في روحنا، لكن مع الوقت باين اختلافنا، ودينا احنا الاتنين انتهينا. بنتخيل حاجات مستحيل حدوثها، سايبين التضحيات لأجل حاجات تافهة نعوزها. أولها التكبر. ياما جيوش بدل ما تصبر وتبني خطة لأجل ما تحارب وتعبر، قالت الكدبة ومن خيبتها صدقتها، والنتيجة نكبة وهزيمة وخسارة الغنيمة والانكسار، عشان ما كانتش عارفة قيمة الانتصار. تانيها سوء الاختيار وتحميل النتيجة للمصير. بالرغم اننا مذنبين الضمير، احنا اخترنا بعض بإرادة حرة. لحد عصر على نفسه ليمونة مرة لأجل ما نكون سوا، ولا كانت مرايتنا عامية أو اتنين مجانين طايرين في الهوا عشان ناخدها for granted إن علاقتنا دايما. علاقتنا كانت عايزة جهد ومثابرة واختيار تفاصيل صحيحة. كان المفروض تكوني صابرة، وكان المفروض آرائي تكون صريحة، لكن الحقيقة فشلنا في الاختبار، وحبنا طلع دخان وطار. تالتها التسرع في اتخاذ القرار. ما بنقراش اللي بين السطور، فبيتغير توجيه المسار، والاختلاف بيكون ما بيننا سور. فالطبيعي بننتهي بهي قالت وهو قال، ونفضل نطلع من حوار لحوار. اللي عايز أقوله باختصار، كان ممكن يكون في حقيقي شيء ما بين إيدينا يتحسب لنا بدل ما يتحسب علينا، وإننا ضيعنا فرص كتير لأجل حاجات ما تستاهلش. وكان ممكن يكون الوضع غير، لكن هقول معلش، كله أكيد للخير. لأنه حتى في أي عالم مختلف هيكون فيه اتفاق في البداية، لكن أنا عارف وإنتي عارفة لو ابتدينا هنختلف، وهيكون الفراق برضه هو نفسه في النهاية.